السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ اهم حاجه قلت اوريكم الخطوه ديت عشان ناخد بالنا منها. بصوا انا عامله العلب ازاي. اي علب طبعا عندك، ولو بتشتري اونلاين او بتشتغلي بتبيع يعني. في عندك الجامع الاحمر بتتباع العلب اللي زي دي اللي هي الشفافه. انا بستغل الصراحه العلب اللي عندي عشان بعمل تورت وكده، فبستغل العلب ديت. ليه عاملاها كده؟ عشان انا رشاها كحول. العلبه نضيفه وانا رشاها كحول، فبسيبها شويه وبعد كده بقوم عكساها كده على اساس ان تعرفي تحطي فيها. عايزه بقى ايه؟ نشيل دول كده. انا عايزه اوريكم شكل الجل الاول. انا كنت قلت يعني في اخر الفيديو هوريهولكم تاني يوم، بس ايه، ده برضه في نفس اليوم ما كملش نص ساعه. انا بس قعدت قلبت فيه شويه. شايفاه عامل ازاي؟ بصي الجمال. بصي، ده لسه لما هيقعد كمان تاني يوم هيكون اشف وهيكون احسن وهيكون اتقل. الجل عشان يظبط معاكي لازم تقلبيه كويس جدا 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 جدا، مش اقل من 10 دقايق، ربع ساعة تقليب. بصوا عامل ازاي. هنبتدي نحطه بقى في العلب بتاعتنا. بصوا انا بحب احط كيلو كيلو عشان لما اجي اسحب منه ما تبقيش بهدلتي الكميه، اسفه، ما تبقيش بهدلتي الكميه كلها. يا ريت لما تيجي تاخدي منه سواء جل او شامبو او بلسم او اي حاجه من الكلام ده كله، يا ريت الحاجه بتاعتك تكون متعقمه وتكون حاجه نظيفه. يعني ما تجيبيش معلقه وتجيبي اي حاجه وسخه وتقومي حاطه منها، هتبهدل معاكي المنتج ومش هيقعد معاكي. يعني هو فعلا مش هيقعد معاكي. طب احنا اتكلمنا كتير قوي قوي، واحنا مش عايزين نتكلم كتير، عايزين ندخل على الفيديو عشان في ناس بتتضايق من التفاصيل الصغيره اللي احنا بنقولها، لان والله بتبقى مهمه جدا. هندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي كده حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. عملنا ايه؟ جبنا عيدان الصبار. عملنا ايه؟ حطيناها في علبة واقفة. اللقطة دي انا كنت عاملاها لكم في فيديو قبل كده، قلت ما اطولش عليكم. في علبة واقفة وحطيتها مية، وبقيت اغير المية كل ساعتين ثلاثة لمدة 24 ساعة. ليه؟ ان مجرد ما بتقطعي الصبارة بتلاقي فيه مادة كده صفرة بتنزل. المادة ديت بتبقى سامة. لو استخدمتيه على طول جل الصبار بالطريقة ديت هيأذيكي جدا، هيبقى بدل ما بيفيدك هيضرك. الحركة دي بتنزل كل المواد السامة. بعد كده عملنا ايه؟ جبت ميه، يعني طلعت الصبار. بصوا اهو، بصوا عامل ازاي. حتت فيليه يا اخواتي. الحتت الصغيره من القشره ديت ما فرقتش معايا قوي عشان مش عايزه اطلع هاتر كتير. كده كده لما هضربه هصفيه، فمش فارق معايا. طب احنا اوقات كتير بنيجي نستخدم الصبار وبنلاقي بيأكسد ولونه بيدي معانا موف. طب احنا نحل الموضوع ده ازاي؟ بصوا، كل ما تكون ورقه الصباره معاكم كبيره كل ما هتديكي نتيجه افضل. طب اعمل ايه عشان الصبارايه بتاعتي تبقى حلوه قوي كده وبيضه وما تاكسدش معايا وتديني اللون الموف؟ انا غسلته كذا مره وبعد كده بقالي 6 7 ساعات نقعاه في ميه والخل، خل الطعام بتاعنا، وليمون. يعني حطيت نص فنجان خل وحوالي ليمونتين 3 ونقعاه بقالي 5 6 ساعات. هعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي انا هعمله هشطفه شطفه سريعه، مش بقى هقعد اسيب ميه كتير عليه، لا انا هشطفه شطفه سريعه ونيجي نضربه ونشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي شكله عامل ازاي. بصي، نضيف قوي قوي قوي، حتى لما هتيجي تمسكيه مش هتحسي بالمزلقه اللي هي بتبقى موجوده بتاعه الصبار. بصي بقى اضربيه في الخلاط في الهاند برينتر براحتك، انا المهم عايزه اضربه كويس جدا. الرغوه اللي هتطلع ديت ما تقلقيش منها. قبل ما انسى، انا ال5 6 ساعات اللي انا كنت نقعاه فيهم في الميه والخل والليمون كنت حاطاه في التلاجة عشان الجو حر. وطبعا اي حاجه هنشتغل بيها هتكون متعقمه معانا كويس جدا. شل الصبار بيتاثر باي حاجه بسرعه.
بصوا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا هضربه كويس جدا وهصفيه وارجع لكم. بصوا حبايبي، في خطوه ما رضيتش اعملها من وراكم، قلت برضو عشان لو في اي حد اول مره بيشتغل. انا دلوقتي لما هاجي اصفيه هيبقى معايا فرافيت خلاص، وهيضايقني في التصفيه. طب انا عايزه اخليه يتضرب احسن ويتصفى معايا احسن، هعمل ايه؟ انا دلوقتي معايا 1000 جرام او 1000 جرام او لتر كامل او كيلو من الصبار. هحط قصاده ايه؟ هحط قصاده لتر ميه. فانا هحط دلوقتي عليه لتر الميه واضربه تاني في الخلاط، يعني في الخلاط او الهاند برينتر ايا كان، وهصفيه. هتلاقي عمليه التصفيه بالنسبه لك بقت اسهل. فكده هيسهل معاك. يعني نحاول نفكر كده ايه الحاجه اللي تسهل معانا الشغل، ما تخليناش نبقى متضايقين. يعني مثلا بصي شايفه الحتت دي، الحتت الصغيره ديت هتضايقك وانت بتصفي، بس ده صبار انا مش عايزه اخسره، يعني انا مش عايزه اخسره. فلما هحط عليه مقدار الميه بتاعتي هيتعصر احسن، وهعرف اصفيه احسن، وهستفاد منه احسن. هعمل الخطوه دي وارجع لكم. بصوا حبايبي، هنعمل ايه دلوقتي؟ قبل ما احط اي حاجه انا هحط الماده الحافظه. ليه؟ عشان احنا الجو حر جدا، فاحتياطي وامان هحط المادة الحافظة. هحط 2 جرام فينوكسي، اسفة 4 جرام، وهحط 10 جرام بكروش. سو يا ايه يعني اوزني انتي. انا بس الواحد مع يعني مع كتر الشغل خلاص بيبقى عارف. بصي احنا عمالين نصفي، بصي دلوقتي التصفيه بتاعته بقت سهله ازاي. احنا عمالين نصفي وبنعمل الكلام ده كله، وبصي لونه زي ما هو. ليه؟ عشان الخل والليمون اللي احنا حطيناه ما اكسدش معانا. احنا لكل رتر او كل كيلو جل اللي هنستخدمه جل، هنحط مكانه 8 جرام. بسم الله الرحمن الرحيم، معلش بقى يا جماعه اعذرونا. بكروش. خلاص، 8 جرام لكل رتر. انا هحط قد ايه؟ هحط دلوقتي 16 جرام. ليه؟ عشان انا معايا 2 رتر. الكربابور ما بيدوبش بالتقليب، انا بس هقلبه عشان بس ايه انزله تحت شويه، لكن هو بيدوب بالنقع، ما بيدوبش بالتقليب. عشان بس ما تقعديش تتعبي نفسك وتقلبي وتعملي. انا حطاه في علبه محكمه الغلق، يعني العلبه هقفلها عشان ابقى ضامنه ان مفيش اي حاجه هتدخل فيه. واحتمال، يعني احتمال ده لو ما كانش اكيد، هاخد العلبه دي كلها كده على بعضها واحطها التلاجة الواحد قبل ما ينام. ليه؟ عشان احتياطيا الجو فجأة بيقلب حر جدا، والخامات غالية، فاحتياطي يعني مش هنخسر حاجة ومش هيجراله حاجة. بصي انا بحاول الكتل يعني بصي مثلا كتلة كده ما وصلتش خالص للسائل بتاعي، بحاول ان انا بس ايه انزلها، لكن هو مش هيدوب الا بالنقع. نقع قد ايه؟ مش اقل من 12 ساعة. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ احنا بالليل، فانا هنقعه، هغطيه كويس جدا، وحطينا احنا المادة الحافظة بتاعتنا كده خلاص، احنا ان شاء الله في الامان. وهنقعه لتاني يوم. تاني يوم هنرجع بقى مع بعض نشوف الشغل بتاعنا هنكمله ازاي وهيبقى عامل ازاي. بصوا حبايبي، طبعا احنا الحمد لله حاطين له المادة الحافظة بتاعته وسيبناه. بصوا عامل ازاي، هتلاقيه سايل كده، بس تحسي ان هو فيه زي حبيبات كده. خلاص، هنعمل ايه؟ طبعا في ممكن تلونيه لون اخضر عشان الايحاء، بس انا الصراحة هسيبه ابيض على لونه عشان لما ادخله في وصفات تانية ابقى انا براحتي. معايا هنا 40 جرام مونو بروبريم جلايكو و40 جرام جريسرين. اهم حاجه بقى ايه؟ التقليب ثم التقليب ثم التقليب.
وننزل كل حاجة، نقلبه شوية كده حلوين قبل ما ننزل بالمادة التانية. بصوا حبايبي، بين التراي اللي هو بيعمل عملية الربط لازم يكون زي الكربابور اللي حطيناه. يعني حطينا 8 جرام كربابور هنحط 8 جرام تراي اسينول، حطينا 10 جرام هنحط 10 جرام. احنا طول 2 لتر فانا حاطه 16 جرام كربابور، فده 16 جرام تراي اسينول امين. بصوا انا عايزه وهو قبل ما يجمد كده شويه، بصوا هو ابتدى يجمد، بصوا مظبوط بالشعره وقعت. ابصي اديتنا خضار، طبعا هي عايزه تتقلب كويس جدا. لما تلاقيها ملطش كده اعرفي ان هي محتاجه ان هي تتقلب كويس. احنا كده كده ما كناش قلبناه كويس. بصوا احنا ما قلبناهوش، بصي عامل ازاي. كل ما هتقلبيه كل ما هيتقل معاكي. نحط بقى ايه النقطتين اللي احنا كنا سايبينهم. انا ما كنتش حطيتهم، قلت عشان ما يتقلش معايا قوي واعرف اقلب. بصي بقى الجمال، بصي ده لسه، يعني بصي الشفافيه بتاعته ولسه. طبعا لما بيتقلب وبيتساب لي تاني يوم هتلاقي النتيجه بتاعته احسن واحسن. يعني بصي انا الشفافيه بتاعته عامله ازاي. تاني يوم هتكون الشفافيه بتاعته اعلى. بصي اهو معايا من امبارح ما اكسدش، ما عملش معايا لون موف، عشان من الاول خالص احنا غسلنا او طلعنا خلاصة الصبار او قطع الصبار، غسلناها صح، نقعناها صح. المحلول اللي احنا كنا عاملينه ميه وخل وليمون، ده اللي يخليه ما يأكسدش معاكي. يعني انت لو قطعتي قطعه الصبار كده وسبتيها في الجو شويه هتلاقيه اكست معاكي، وبعد كده هيديكي لون محمر شويه، هو ده اللي بيحصل. لكن لما انت تشتغلي من الاول صح هيديكي في الاخر نتيجه صح. وبحس الصراحه ان انا الجل وهو على لونه كده، هو اساسا الصبار من جوه لونه ابيض، انا ماليش دعوه بالقشره الخارجيه، هو مش لونه اخضر. فانا بحس ان هو كده بالنسبه لي انا احسن بكتير بكتير بكتير. مقدمه الفيديو ان شاء الله هوريهولكم لما يكون، يعني لا هصبر عليه شويه لا اما تاني يوم، حسب بقى الوقت، ان ساعات كتير ببقى عايزه انزل لكم الفيديو يكون ورايا حاجات تانية، فممكن بنزله لكم قبل ما يخلص. بس بصوا هو عامل ازاي، ده لسه هيتقل كمان. بصي بصي الشفافيه بتاعته، بصي الجمال بتاعه عامل ازاي، ولسه لما هيقعد معانا كمان وهيتقل هيكون احلى. يا رب وصفه النهارده تكون سهله وخفيفه على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.